السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. انتوا عليكم المشكلة واحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العدو معانا بيقول اقبل يا ادمن، مشكلة عسيرة ضروري محتاج حل. انا واحد صعيدي اكتشفت ان بنت عمي ماشية مع واحد، ووصلت انها تبعت له نودز، صور اباحية ليها في الحمام وفيديوهات رقص وحاجات من دي. انا متضايق جدا ومش عارف اعمل ايه. ابوها صعيدي جدا والحاجات دي حساسة بالنسبة له، لو قلت له مش عارف رد فعله هيبقى ازاي. هي صغيرة وداخلة الكلية السنة الجاية، ولو دخلت كلية خايف تبوظ الدنيا اكتر عشان اللي فيه ده صعب يبطله، بالذات ان سمعت قبل كده انها كانت ماشيه مع حد قبل ده بس ما صدقتش ساعتها. هي مش شاطره ومش بتاعه تعليم من الاخر، عشان لو حد هيقول لي اني مش خايف على مستقبلها، لا انا فكرت في ده كذا مره، وحرفيا هي بتعدي بالعافيه في ثانوي اصلا. الواد اللي كان بيلعب بيها وبيوري كل حاجه بتبعتها له اصحابه هو معرفه وشبه زميلي، وهو في سنها برضه، ومش عارف اتصرف ازاي عشان لو طورت معاه الموضوع هينتشر، وانا خايف على سمعتها وسمعتي. الموضوع مأثر عليا ومش عارف اتصرف ازاي مع البنت او الولد او ابوها او اي حاجه، واقف مكاني محلك سر. بص، يعني موضوعك صعب، تمام، ده مبدئيا. بص، احنا ممكن يعني الموضوع يعني الحل ناخده في خطوات، تمام، بس يعني انا بص، انا هفكر معاك دلوقتي. لو انت مثلا رحت واجهت البنت، ممكن البنت توقعك في مشكله. اول حاجه، معاك دليل ولا معاكش دليل؟ دي نقطة. ما معكش دليل، معلش، يبقى الكلام ده ما تحكيش فيه. يعني فهمتني؟ يعني لو انت ما معكش دليل ما تحكيش فيه. لما تمسك الدليل يبقى تعمل اللي انا هقول لك عليه. عادي الكلام تاني، لو ما معكش دليل على اللي انت بتقوله يبقى معلش في الكلمة ما تتكلمش في الموضوع ده خالص. ان انت اي حد هيغلطك، تمام. فدي نقطة. لا معاك دليل، يبقى عندنا كذا حل. اول حل، هتواجه البيت. اول حاجة تبعد عن الولد دوت اللي ماشي معاه خالص، ما تدخلوش في الصورة، تمام. واجه البنت، اقعد معاها كده، شوف البنت ايه في دماغها، يعني البنت ليه بتعمل كده. هتكذب عليك كل حاجة ماشي، بس برضه انت خلي احساسك يسوقك في الوقت ده، وتشوف هي بتعمل كده ليه، حبت الولد دوت ولا هي دماغها كده. هو مفيش مبرر للغلط، تمام. دي خطوة. تاني خطوة، يعني انت ممكن دلوقتي انت متخوف من ناحيه والدها، طبعا عارفين الصعايده وكده، او عموما اي حد، يعني اي حد مش هيرضى بالوضع دوت، فهمتني. فانت خايف من رد فعل ابوها، تمام. الجا لامها، بس يكون معاك المره المليون معاك الدليل، تمام. لو يكون معاك الدليل الجا لامها، فاهم امها، لا انا دلوقتي عايز انا وانت نشوف حل الموضوع دوت، تمام، بحيث ان عقابها ومعاقبتها وحسابها ما يجيش من خلالك انت. ما ينفعش يجي من خلالك انت، يجي من خلال اهل ابوها او امها، عشان ما حدش يوقعك انت في غلط. يعني اللي يعاقبها باباها وامها، فانت تلجا لوالدتها عشان هنتحاشوا والدها من الاول، عشان ايه الموضوع ما يتطورش جدا ويحصل ما لا يحمد عقباه. فاحنا نتكلم مع والدتها وتوريها الدليل اللي معاك، وتفهمها اللي بيحصل كذا 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 كذا، تمام. وهي بقى والدتها تفكر معاك في الموضوع. يعني ممكن مثلا لو البنت اخلاقها مستمره على كده، مش عيب ولا غلط بنت سيبك من التعليم والقصه دي كلها، حتى لو مستقبلها يعني ما فيش اغلى من شرفها، تمام. ما فيش اغلى من الشرف. احنا مجتمع شرقي، احنا مسلمين، فما فيش اغلى حاجه عندنا في الشرف، ولا تعليم ولا اي حاجه تاني، واللي يزعل مني يزعل، تمام. فعادي ممكن شوف ايه الباب اللي هو اللي جاي منه المفسده نقفلوه. يعني لو تليفون يتسحب من البيت دي خالص، البيت ما بقاش معاها تليفون، تمام. الكليه هتساعدها على الباب الغلط، وترجع للي بتعمله الغلط تاني، الباب ده نقفلوه خالص. بس الكلام دوت يجي من ناحيه والدتها. انت يعني انت تقول لوالدتها كده ولا لا؟ يعني انا بقول لك دوت تبلغه لوالدتها. يعني ممكن يا مرات عمي ان احنا التليفون ده يتسحب منها، انا شايف دي، يعني تقول لها تقدم لها انت حلول، التليفون يتسحب منها ما تروحش الكليه. لا، ما دام الموضوع وصل للمرحله اللي انت بتقول عليها صور والكلام دوت، لا ده كده موضوع ما ينفعش السكوت عنه، تمام. ليه يا جماعه؟ عشان في ناس كتيره بتقول لي انت ليه يعني مثلا في حاجات كتيره ما بتسعاش للستر. لا، القصه مش ستر يا جماعه، هو ربنا ستر كذا مره. يعني خدوها قاعده، خدوها مبدا ثابت. اللي بيتفضح دوت مش من اول مره. يعني مثلا انا بعمل حاجه غلط، صدقوني والله ربنا استرها معايا مره والثانيه والثالثه والرابعه، وانا بتمادى وربنا بيبعت لي انذارات وانا بتمادى، فربنا بيكشف بيرفع عني ستره وبيكشف عني ستره،
تمام. فده مش قصه ستر. فانا دلوقتي مثلا يعني ابن عمها مثالا ساب الموضوع وما اتكلمش وقال لك انا ماليش دعوه، او لا انا هستر عليها وخايف من الفضيحه وكم، ايه اللي هيحصل مع البنت؟ ما البنت هتستمر في اللي بتعمله. النهارده صور بقى تخش في علاقه وفي علاقه كامله. طب يبقى احنا كده ايه؟ بدل ما الموضوع كان اهو غلط 50% بقى غلط 100% وعدى ال 100% كمان. ده اللي بنتكلم فيه يا جماعه. فقصه الستر دوت اهم حاجه. يعني لو انا هستر على واحد ما ترتبش عليه ضرر. ما انا معلش، انا يعني انا شفت واحد حرامي بيسرق، اسكت ما اقولش عليه واقول لا انا كده سترته؟ لا مش كده. طب ما ايه اللي هيحصل؟ ما هو دلوقتي سرق، اذى بني ادم، هيروح يسرق تاني. طول ما هو مش بيتعاقب، طول ما هو مش بيتعاقب هيعيد، هيسرق التاني والتالت. يبقى انا كده ما سرتهوش، انا كده عنته على الغلط، انا كده عنته على السرقه، كده عن كده في قصتنا انا كده عنت البيت على على الذنوب اللي بتعملها والبلاوي اللي بتنيلها. فهمتوني؟ فهي القصه مش باب ستر خالص، عشان برضه انا حبيت اوضح النقطه دي. فارجع للمشكله. يبقى انت بلغ امها، لو ليها اخت بلغ اختها، وحاول ان هم يحلوا مع البنت. لا لقيتهم اتصرفوا وخدوا موقف جد مع البنت، يعني مثلا وقفوا البنت واقفه صح وسحبوا منها التليفون وقفلوا لها اي باب يخش لها الشيطان منه. خلاص انت كده تمام، وانت ايه مش لازم تقول لاهلها وما تقولش لاي حد، والقصه واتقفلت والحمد لله. لا لقيت امها ما خدتش الاجراءات اللي هي يعني فاهم انت، صعد بقى الموضوع اخر مرحله، اخر مرحله تبلغ والدها. بس لما تبلغ ابوها يعني دوت يعني خليه يعني في اضيق الحدود. لما تستنفذ كل الحلول، خلاص مفيش حل قدامك، لا مش هقول لك ما ينفعش تسكت عليه دلوقتي، معلش الغلط بتاعها نقدر نلمه، بعد كده مش هيتلم. بعد كده اللي بتعمله دوت مش هيجي على دماغها هي بس، ودلوقتي هي اللي شايلاه، بكره وبعد ابوها وامها وانت واخواتها ولو ليها اخوات بنات والعيله كلها. فزي ما قلت لك انت ابدا الموضوع تدرج، ودعنا ربنا يهديها. وزي ما قلت لك كده شوف امها او اختها، فحاول ان انت مثلا ايه، وحاول انت تواجهها، بس اهم حاجه يكون معاك الدليل، وربنا يسترها عليها ويستر علينا وعلى ولايانا وعلى شباب المسلمين وبدايات المسلمين يا رب. مشكلة معانا من العدو بيقول هل الزواج العرفي بوجود ولي للعروسة بس بدون مأذون ولا محامي حرام؟ هنطلع ورقة من المكاتبة ونتجوز بحضور 2 شهود والولي هيكون حاضر معايا على الفون، هل ده حرام؟ بص عامة ما دام الموضوع دخل قصة حلال وحرام، فلا اتصل بمشيخة الأزهر، يعني اتصل بدار الفتوى. تمام. انا الرأي اللي هقوله لك دوت مش فتوى، طول ما الموضوع حلال وحرام والمعلومة مش أكيدة عندي أو عند أي حد ب100%، تمام، فابعد عن ابعد عن الفتوى. الفتوى دي تقيلة جدا وعاقبة تقيلة جدا، تمام. فدي نقطة. أما بالنسبة يعني أنا كحسب علمي وحسب ما عرفت ودراستي، لا طبعا الكلام ده حرام. ان اصلا الجواز الشق الشرعي فيه المأذون بيجي او ايا كان لو محامي، بس لازم يقول الصيغه الشرعيه. ايه الصيغه الشرعيه؟ اللي هي زوجتك انا موكلتي وقبلت زواج موكلتي لحد الصداقه المسمى بينكم والموضوع ده، تمام. فدي الصيغه الشرعيه، مفيش جواز شرعي بدونها، يعني ده عامه. فمأذون بقى مش مأذون محامي، طول ما مش الموضوع ده مش هيتم وتحط ايدك في ايد العروسه ولي العروسه والصيغه الشرعيه تتقال، فانت كده صيغه من الجواز، ده مش جواز. انت فاهم قصدي؟ برضه انا هقول لك ارجع لدار الافتاء في الموضوع ده. انا اللي قلت لك هو ده رايي، تمام. واللي يخليك يعني تعمل حاجه زي كده يا راجل، يعني الحلال احسن، يعني نصيحه من اخوك الحلال احسن. يعني ايه اللي يضرك كده؟ بس يعني ربنا يكتب لك في الخير، وعليك وعلى دار الافتاء.